يوم 13 ديسمبر يوم تاريخي للفارس الأبيض الزملكاوي. اليوم اللي الزمالك تربع فيه على عرش الكرة الإفريقية مرتين في نفس اليوم. 13 ديسمبر يوم كل جمهور الزمالك عمره ما هينساه أبدا. اليوم اللي الزمالك كسب فيه دوري أبطال إفريقيا مرتين، في 1996 وفي 2002. في سنة 96 الفارس الأبيض الزملكاوي بيفض الشراكة مع فريق هافايا كوناكري الغيني، وبيتربع على عرش دوري أبطال إفريقيا برابع ألقابه من البطولة، بعد ما نجح إن هو يفوز على فريق شوتينج ستارز النيجيري بركلات الجزاء، علشان الزمالك يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه زي النهاردة كده من 29 سنة، الجمعة 3 شعبان 1416 الموافق 13 ديسمبر 1996. برضو يوم 13 ديسمبر كان يوم مهم جدا للفارس الأبيض الزملكاوي، لأن زي النهاردة كده من 23 سنة يوم الجمعة، برضو سبحان الله يوم الجمعة 9 شوال 1423 الموافق 13 ديسمبر 2002، تامر عبد الحميد وهدفه التاريخي للزمالك اللي بيحقق بيه خامس ألقابه في دوري أبطال إفريقيا، علشان الزمالك يفضل لحد سنة 2006 أكتر الفرق المتوجة بلقب دوري أبطال إفريقيا. يوم 13 ديسمبر عمره ما هيتنسي أبدا في تاريخ الفارس الأبيض الزملكاوي.